السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن عندليب الكرة المصرية عبد الحليم علي، لاعب نادي الزمالك، واحد من أعظم المهاجمين اللي جت في تاريخ نادي الزمالك، واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، سجل مع نادي الزمالك أهداف لا تنسى. يعتبر عبد الحليم علي من ابرز المهاجمين اللي جات الزمالك في الفتره الذهبيه لنادي الزمالك. يلا بينا نشوف حكايه العندليب. ولد عبد الحليم علي في 24/10/1973 بمحافظه الشرقيه. بدأ مسيرته الكرويه في نادي الشرقيه للدخان، حيث تألق بشكل لافت كمهاجم يتمتع بقدره تهديفيه عاليه. في عام 97 لفت انظار مسؤولي الزمالك بفضل أدائه المميز لينتقل إلى القلعة البيضاء ويبدأ رحلته الأسطورية مع النادي. لما نشوف مسيرته مع الزمالك، انضم عبد الحليم علي للزمالك سنة 97، ولم يكن الكثيرون يتوقعون أنه سيصبح أحد أعظم هداف الفريق عبر تاريخه، لكنه سرعان ما فرض نفسه كمهاجم لا يمكن الاستغناء عنه. تألق مع بداية الألفية الجديدة. بدأ عبد الحليم علي في فرض اسمه بقوة ضمن التشكيلة الأساسية للزمالك. اعتمد على تمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، مما جعله دائما قريبا من المرمى ومستعدا لإنهاء الهجمات بأهداف قاتلة. لم يكن من اللاعبين الاستعراضيين، لكنه كان فعالا جدا أمام المرمى، حيث استطاع هز شباك المنافسين بأقل عدد من اللمسات. كان جزءا من الجيل الذهبي من سنة 2000 ل 2004 الذي حقق 5 بطولات في موسم 2002-2003، وهو أحد أعظم المواسم في التاريخ نادي الزمالك. فاز مع الزمالك ب3 دوري مصري، وكان هداف الفريق في العديد من المواسم. ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2002، وسجل أهدافا حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة. لعب دورا أساسيا في الفوز بكأس السوبر الأفريقي 2003 أمام الوداد المغربي، حيث تألق بشكل لافت. كان جزءا من التشكيلة التي حققت البطولة العربية 2003، وهي من إنجازات النادي التي لم تتكرر كثيرا في تاريخ النادي. سجل مع الزمالك 134 هدف ليصبح الهداف التاريخي لنادي الزمالك. اعتزل وهو يحمل هذا الرقم القياسي، ليظل اسمه محفورا في تاريخ القلعة البيضاء كواحد من أعظم المهاجمين الذين لعبوا للنادي. إنجازات عبد الحليم علي حدث ولا حرج. الدوري المصري 3 مرات، 2001 2002 2003، دوري أبطال أفريقيا 2002، وكان أحد أبرز لاعبي الفريق في البطولة. كأس السوبر الأفريقي 2003 قدم أداء رائعا وساهم بالتتويج. كأس مصر مرتين 2002 و2008، كأس السوبر المصري مرتين 2001 و2002. البطولة العربية 2003 كانت من الإنجازات الهامة في مسيرته. كأس السوبر المصري السعودي 2003 سجل هدفا في المباراة النهائية. مسيرته مع المنتخب، لعب مع المنتخب المصري في العديد من البطولات، لكنه لم يحصل على نفس الفرصة التي نالها في الزمالك. شارك مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2004، لكنه لم يكن المهاجم الأساسي. رغم ذلك استطاع تسجيل بعض الأهداف الدولية المهمة. لم يكن من المهاجمين الذين يعتمد عليهم المنتخب بشكل دائم، لكنه كان دائما حاضر بقيمته كهداف مميز. أبرز المباريات واللحظات المميزة في تاريخ العندليب: هاتريك في شباك الأهلي في الدوري، واحدة من المباريات التي أثبت فيها أنه هداف من طراز خاص. هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002، هدفه في السوبر الأفريقي 2003 أمام الوداد، أهدافه مباريات القمة أمام الأهلي. كان دائما حاضرا في المواجهات الكبرى. قيادته للزمالك لتحقيق 5 بطولات في موسم واحد، إنجاز تاريخي لن يتكرر بسهولة. لما نقول عبد الحليم علي لاعب استثنائي، لأنه كان هداف بالفطرة، يمتلك حسا تهديفيا عاليا جعله دائما في المكان المناسب، تمركز مثالي داخل منطقة الجزاء، أخلاقه العالية وانضباطه كان مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب. حقق كل شيء مع الزمالك، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وهو رقم لم يكسره أي لاعب حتى الآن. سيظل عبد الحليم علي
واحد من اهم رموز نادي الزمالك على مر العصور. سيظل عبد الحليم علي رمزا من رموز نادي الزمالك رغم أنه لم يكن الأكثر شهرة في جيله، لكن أرقامه وإنجازاته تتحدث عنه. مهاجم بالفطرة، يعتبر عبد الحليم علي أعطى كل ما لديه للنادي الذي يعشقه وهو نادي الزمالك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وقول لي هل حد هيكسر رقم عبد الحليم علي كهداف تاريخي لنادي الزمالك؟ عايز اسمع رأيك في الكومنتات. رمضان كريم.